قصة اليوم على النصب والاحتيال. ومنين قريت هاد القصة هادي بقيت غير كنشوف ما لقيت ليها حتى شي تعبير اللي غادي نقدر نعبر به، غير انني نقول بان الواحد خاصو قبل ما يخطي شي خطوة يسول، حيت عطا الله النصابة وبنادم ما خاصوش يتيق. قبل ما نبداو قصتنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وما تنساوش تشجيعكم لينا بلي لايك لي كومونتير لي بارطاج فضلا وليس امرا. ونبداو قصتنا على بركه الله. سيدي قاسم واحد السيد اللي كان ميسور الحال، لاباس عليه، عنده محلات، عنده الديور، كان مزوج وعنده بنت وحده اللي الاسم ديالها سميرة. ولكن شاءت الأقدار بأن الأب يتوفى وسميرة عندها 20 سنة، وهذا الشيء اللي خلى سميرة باش تقوي راسها وباش توقف وتنوض وتخدم وتوقف في أملاك ديال باها، رغم أن واخا كانت قوية راه غياب الأب كيكون باين بزاف. وهذا الشيء خلاها باش تقوي راسها وتخدم وفي نفس الوقت تعتني بالأم ديالها. كانت رافضة الزواج بصفة نهائية وما بغاش تسمح في الأم ديالها. هذاك الشيء علاش ما تزوجاتش، تلقات راسها وصلت للسن 40 عاد باش بدات كتفكر في الزواج، ولكن الحظوظ بداو كيوليو قليلين، حيت بحكم أن السن ديالها 40 واخا كانت إنسانة بأنها داخلة سوق راسها وظريفة ويعني وبنت عائلة وجميلة. حتى لواحد النهار جا عندها واحد السيد، هو يقول لها باغا نهضر معاك في واحد الموضوع. قالت ليه مرحبا. هو يقول لها راه عندي واحد الصديق تاعي من مكناس وهو معلم، شافك وسول عليك ولقاك بانك معقولة وبغى يتقدم الزواج. وهي تقول ليه مرحبا، يجي للدار هو والعائله ديالو ولا تفاهمنا على كل شيء، مرحبا. وفعلا هاد الشيء اللي كان، جا هاد السيد اللي غنسميه مصطفى، جا عند عائلتها هو والام ديالو والاخت تاعو، هاد صاحبو اللي تدخل ليهم في هاد الزواج. وكما كل عائله مغربيه، سميره والام تاعها استقبلوه استقبال زوين. مهم تشاوفوا بيناتهم وتفاهموا على كل شيء وعلى نهار الخطبه. وفعلا شرى الخاتم وشرى الحوايج وداروا نهار الخطبه، ولكن سميرة شرطت عليه بأنها ما غتخرج معاه حتى البلاصة حتى يديروا العرس، ولا بغى يجي يشوفها في دارهم. هو وافق على هذا الشيء، وكان كيبان عليه بأنه راجل كيصلي وأنه مرزن وهضرته ثقيلة. حتى لواحد النهار عيط لها في التليفون وقال لها راه غادي نجي السيمانه الجايه انا والعائله تاعي وغنجيبوا العدول باش نديروا العقد. وهي قالت ليه مرحبا. المهم مشات ووجدات كل شيء، وجا هذاك النهار تاع العقد فحال نهار الخطبه، جا العريس وجات امه واختو وجا داك الصديق تاعو اللي دخل ليهم في الزواج وجوج عدولات. المهم تفاهموا في العقد على كل شيء، وقال ليها راه غادا تبقاي في دار الام ديالك حتى نكمل داري في مكناس، عاد باش غادي نمشيو ليها ونسكنوا فيها بجوج. وهي وافقت، وهذا الشيء اللي كاين. ومن بعد واحد الشهر داروا واحد العرس صغير بيناتهم ورجعوا مجوجين. هي تقول لي سميرة علاش ما تجيش تسكن معايا انا والام ديالي في الدار بما كملت الدار تاعك اللي في مكناس بلا ما تبقى غادي جاي. صافي هو وافق، قال لها صافي هذا الشيء اللي كاين. والمهم وبقى كيمشي ويجي في خدمته عادي. مرة كيديها لهذيك الدار اللي كتبنى في مكناس، وكانت على شكل فيلا صغيرة وباقا ما كاملاش في البني، كيديها تشوفها. ومن بعد بدا كيقول ليها هاد الدار راه كتبنى ولكن خاصك تعاونيني باش نكملوها دغيا باش نسكنوا فيها. وفعلا قالت ليه واخا، وعطاتو واحد 20 مليون بلا ضمانه. ومن بعد مده زادتو 10 المليون وبقات هكا كل مره كتعطي توصلات 70 مليون. ومره كان كيديها هي والام تاعها باش تشوف هاد الفيلا فين وصلت في البني.
وبقاو كيدعاو بان هاد الشي كمل بخير وبالذريه الصالحه. ومع الوقت ولا كيقول ليها مصطفى راه عندنا الخدمه بزاف، وراه كنتكرفسو، عندنا الامتحانات والتفتيش في الباديه، وغنبدا نغيب مره حيت كنخدمو صباح وعشيه، وانا كنتكرفس بالمشي والمجي. انا غنولي نغيب تترخى في الخدمه شويه عاد باش غنرجع. المهم وسميره قالت لي واخا انت تعرف، ولا كيغيب يومين شي شويه، ولا كيغيب بالسيمانه شي شويه، ولا كيغيب بجوج سيمانات. رجعت سميره كيدخلها الشك، وبقاو المشاكل بيناتهم فيما كتجبد عليه هذا الموضوع كيتعصب. حتى لواحد النهار جات عندها واحد السيده اللي من العائله تاعها واللي كانت عايشه في مكناس، وقالت ليها سميره بغا نهضر معاك في واحد الموضوع ولكن تبتي راسك. قالت ليها اشنو؟ قالت ليها راه شت راجلك مصطفى غادي مع واحد البنت ودخلوا لواحد الدار. قالت ليها واش متاكده من هادشي اللي كتقولي؟ قالت لها ايه راه متاكده. قالت لها سميره يمكن لا واقيلا شي حد في دارهم تما حيت عائلتهم تما كاينين. قالت لها لا غادي مع واحد البنت ودخلوا لواحد الدار وانا متاكده من هاد الهضره اللي كنقول لك. ايوا لبسات سميره الجلابه تاعها ومشات هي وهاد السيده اللي من العائله تاعها المكناس، ومشاو للحي اللي ساكن فيه مصطفى. هما يسولوا واحد السيد، هو يقول لهم هذاك غير دايخو سكيري، راه كان مجوج بواحد السيده وكان كيتكرفس عليها وكيعنفها، وعندها معاه ولد، وطلقات منه ودات ولدها ومشات، وسولوا عليه الدرب كامل يعاودوا لك عليه. وسميره بالصدمه بقات واقفه وهي تبان ليها واحد المراه خارجه حدا ديك الدار اللي ساكن فيها، وهي تمشي تجري عدها وقالت لها اختي راه باغا نسولك على واحد السيد راه انا مزوجه بيه واش كتعرفيه؟ المهم وهي تقول لها الله يخليها سلعه، هذاك راه انسان فاسد وكيجيب الدريات وكيضربهم، وشحال من خطره داوه البوليس وديما سكران. سميره داخت وهي تمشي تجري لسيدي قاسم وعاودت للام ديالها كل شيء، قالت ليها راه بانه سكيري وفاسد. المهم هذيك الهضره اللي عاودوا ليها عاودتها لامها، وهي عرفات راسها بانها تورطات في هذا الزواج، تزوجات بواحد واكل شارب ما كيخلص حتى ريال، وكل مره كيقول لهم راه كان بني وهو غير سكيري وفاسد. وواحد يومين جات مصطفى هذا وجايب معاه تقضيه، جايب معاه شويه تفاح شويه البنان وشويه الكفته، وقال لها السلام عليكم لسميره، وقال لها وجدي لينا الغدا. هي تشد هذيك التقضيه هي تلوحها عليه وهي تقول لي انت كذاب ونصاب وسكيري، انا عرفت عليك كل شيء. هو يا تصدم، هو يبقى يتزايد معاها في الهضره، ومنين تزايدوا في الهضره شدها هو يعطيها قتله ديال العصا وهو يهرب. ومشات سميره ديكلارات بيه عند البوليس، وجابوه وسولوه واش هاد المراه مرتو. هو يقول لهم لا سيدي انا ما مزوجش بها، ها كنت كنمشي معاها وما تفاهمناش. ولكن سميره قالت لهم كذاب انا راه مزوج بيا وعندي العقد. هو ينقز مصطفى، هو يقول لهم الا كنت مزوج بها وعندي العقد دخلوني للحبس دابا. المهم سميره مشات وجابت تصاور تاع العرس وجابت هذوك الناس اللي حضروا في العرس الشهود وورات كل شيء للبوليس، ولكن هو بقى ناكر وقال لهم انا ما دايرش معاها العقد. ومن بعد تحقيق طويل اكتشفوا بان هادوك العدولات اللي جاب بجوج غير صحابه، وهادوك الناس اللي جاب معاه الام ديالو الاخت غير فاسقات، صحابه كانوا كيقصروا معاه. وهذاك السيد ولد حومتها اللي جا هضر معاها النهار الاول هو اللي قال ليه هاد الفكره تاع باش يجي ويتقدم ليها، هو مول الفكره باش يديو ليها فلوسها وينصبوا عليها. وهذيك الفيلا اللي كان مره كيديها باش تشوفها كتبنى كان متفق مع العساس بانهم يمثلوا عليها، ولكن سميره تبتات عليه النصب والاحتيال بالدلائل.
وجابت عليه الشهود ودخلاتو للحبس وما تعاتقاتش معاه، وتحكم عليه ب15 عام حبسا نافذا هو وهادوك اللي معاه كلهم 15 عام 15 عام وغرامة مالية. وهاد القصة هذه للعبرة وليس للفرجة، والنصابة عطاهم الله لا في الزواج بحال هي سلط على دابا هاد ولد حومتها هو اللي اتفق معاه باش يديو ليها رزقها ويديروا ليها هادشي اش غيقولوا الله. والنصب راه كاين ماشي غير في الزواج، يعني في الارض في الدار في اي حاجه عطا الله النصابه. ولكن مزيان هاد الجزاء اللي خداو احسن، 15 عام مزيانه ليهم، باش اي واحد حاول باش ينصب راه غيكون المصير تاعو بحال هكا. وشكرا على مشاهدتكم هاد لا فيديو، مع فيديو جديد ان شاء الله.